السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بابجي موبايل. من اكتر الاسئلة اللي بتجيلي في التعليقات هي ايه افضل اعدادات لتثبيت السلاح وايه هي اعداداتك لتثبيت السلاح. والحقيقة ان اجابة السؤال دوت ما هياش اجابة واحدة وانما شوية عوامل مع بعض. الوضع الطبيعي لو اخدت سلاح في بابجي وعملت اعدادات احرف واحسن واحد في العالم وضربت السلاح بالشكل ده بدون ما تتحكم فيه، هتلاقي المنظر اللي انتوا شايفينه ده وكأنك بتصطاد عصافير. طب ازاي بقى نخلي اصطياد العصافير ده ثبات للسلاح؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. هندخل حالا جوه الموضوع وهقول لكم نتائج البحث المكثف اللي عملته في موضوع ثبات السلاح دوت، ومش هخبي عنكم اي معلومة. بس حابب اقول لكم معلومة مهمة كده في البداية، ان الحلقة دي جزء من سلسلة احترف بابجي اللي عملنا فيها اكتر من حلقة وكلهم حلقات مميزة، وهسيب لكم الرابط بتاع السلسلة دي في اخر الفيديو للي حابب ان هو يشوفها من البداية. ولو حابين نكمل اكتر في السلسلة دي تأكد من انك دايما بتعمل لنا لايك للفيديو واشترك معانا في القناة وشير الحلقات دي بين كل اصحابك. يلا بينا ندخل طيب جوه الاعدادات. احنا طبعا في اعدادات كتيرة عندنا، بس النهاردة مش هندخل في الاعدادات العامة ولا اي حاجة من التحكم ولا حاجة من الحاجات ديت، وانما هنركز بس على اعداد محدد وهو اعداد الحساسية. وجزئية الحساسية دي عامل مهم جدا من العوامل اللي بتخلي السلاح معاك ثابت بشكل كويس، ده طبعا لو قدرت تتحكم فيه بشكل مثالي. الجزئية التانية والمهمة جدا في نقطة الحساسية هي جزئية الكاميرا. الكاميرا دي المسؤولة عن السرعة اللي انت بتشوف بيها الكاميرا اللي قدامك او بتشوف بيها الحاجات اللي قدامك في لعبة بابجي. ركزوا معايا على جزئية الشخص الثالث بدون منظار، يعني انت لو بتلعب بمنظور الشخص الثالث وما انتش حاطط اي منظار خالص، احنا عاملينها دلوقتي ومظبوطة دلوقتي على وضعية 20%. طب ايه رأيكم نغير الاعداد ده بقى دلوقتي ونخليه اعلى شوية؟ خلينا نخليه 110 بحيث ان هو يبقى عالي بس مش عالي قوي برضه. شايفين دلوقتي اول ما بتحرك كده بصبعي، شايفين السرعة بتاعت الحركة دي بقى هي المقصود بيها الكاميرا. خلينا دلوقتي نرجع للاعدادات تاني ونقطة الحساسية برضو، وعايز اقول لكم ان نقطة الكاميرا وسرعتها ديت موجودة لكل الاعدادات، من اول منظور الشخص الثالث بدون منظار مرورا بكل السكوبات اللي عندنا في اللعبة. زي ما احنا شايفين كل السكوبات موجودة هيت بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. يعني انت لو شايف ان انت لما بتحط سكوب معين لو الحركة سريعة بتاعت الكاميرا بتاعت السكوب دوت، او لو شايف ان الحركة بطيئة هتعدلها من هنا حسب ما انت شايف. ولازم هنا اقول نقطة مهمة جدا لازم تخلوا بالكم منها، ان الاعدادات دي مفيش حاجة اسمها انك تاخد اعدادات بتاعت حد وتنفع معاك، لان كل واحد بيعمل الاعدادات دي المفروض حسب الجهاز اللي هو بيلعب بيه وحسب سرعة حركته هو والسرعة اللي انت بتحرك بيها صوابعك على الشاشة. باستخدام بقى الريد دوت احنا هنحاول دلوقتي ان احنا نزود الاعداد بتاعها وهي 20%، والريد دوت هي اللي هنشتغل عليها في كل الاعدادات اللي جاية، وعشان كده انا حابب ان احنا نثبتها ونبدأ بيها من دلوقتي. احنا هنخلي الاعداد بتاعها 100% وهنشوف برضو السرعة اللي بتشتغل بيها الريد دوت. وزي ما انتم شايفين حركتها سريعة قوي والحركة بتاعتها اسرع من ان انا محتاجها. انا بحاول ان انا اخلي الحركة بتاعتها بطيئة شوية بحيث انها تساعدني في موضوع التصويب. بس خلي بالكم لغاية دلوقتي احنا ما جيناش خالص عند موضوع تثبيت السلاح اثناء الضرب. طيب ايه رأيكم دلوقتي ننتقل بقى لنقطة مهمة جدا وهتساعدنا خالص في موضوع تثبيت السلاح، وهي ال ADS. ال ADS ديت اختصار ل Aiming Down Sight، ولو حابين ان احنا نفسرها هنقول ان حساسية ال ADS ديت المسؤولة عن انك وانت بتصوب الحركة بتاعتك دي تبقى سريعة ولا بطيئة. احنا هنشوف دلوقتي باستخدام نفس السلاح وباستخدام الريد دوت وعند حساسية 20%. حساسية ال ADS عند حساسية ال ADS ديت عند 20%. هنشوف ازاي بنتحكم في السلاح والسرعة اثناء الضرب. طب لو غيرنا حساسية ال ADS بالنسبة برضو للريد دوت او نقطة الاستهداف الحمراء وخليناها مثلا حاجة اعلى، فلنقل مثلا نخليها 100%. خدتوا بالكم من اللي حصل ده؟ لما غيرنا حساسية ال ADS وعليناها شوية بقت سرعة الحركة بتاعتي وانا بضرب
سرعة اعلى. فعشان كده لما بحاول ان انا اتحكم في الارتداد بيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبيروح مني في اتجاهات غريبة وعجيبة بالشكل دوت. تعالوا طيب نحاول نرجعها تاني لأقل شوية، بس خلينا نحط حاجة في النص. هي كانت 20%، خلينا نحاول نخليها مثلا 30%، ونجرب تاني نضرب بالسلاح في نفس الوضعية. اعتقد كده الموضوع اتحسن قوي، لان الحركة بقت بطيئة على حسب طبعا المستوى بتاع صوابعي. طيب دلوقتي ايه هي الارقام المناسبة ليك عشان خاطر تظبط حساسية الاي دي اس دي؟ الموضوع هنا ما يعتبرش موضوع سهل. ممكن تاخد اعدادات اي حد، ممكن تاخد الاعدادات بتاعتي، بس الافضل لو انت محترف او عايز تبقى محترف، الافضل انك تجرب الاعدادات دي واحدة واحدة على السلاح اللي انت بتحبه، وتحاول تظبطها بالسرعة اللي انت عايزها، لان السرعة دي هي اللي هتفرق السلاح هيروح منك يمين وشمال وفوق وتحت بسرعة قد ايه، ولا مش هيتحرك وهيبقى ثابت وايمك هيبقى مظبوط تمام. على العموم النقطة دي حساسية الاي دي اس نقطة من 3 نقط هم دولت اللي بيخلوا السلاح بتاعك ثابت اثناء التصويب. خلينا دلوقتي نروح للنقطة التانية. من اهم العوامل اللي بتخلي السلاح بتاعك ثابت ولا لا هي القطع اللي بتركبها على السلاح المعين اللي انت بتحبه او السلاح اللي انت بتهجم بيه. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا هنحاول ناخد معانا الام 4 وهنحاول ناخد منه نسختين، يعني هنخلي السلاح ثابت وهنخلي القطع هي اللي تتحكم ونشوف تأثيرها على ثبات السلاح بتاعنا. هناخد للسلاحين مخزن مطول سريع، وده مش هيفرق في الارتداد اي حاجة. هناخد المعادل للسلاح رقم 1، وهناخد كاتم الصوت للسلاح رقم 2. ظهر السلاح ما عندناش غير اختيار واحد وهو التاكت ستوك دوت، وده اللي هيركب في السلاح 1 والسلاح 2. اهم نقطة بقى واللي بتأثر جدا في موضوع الارتداد وموضوع ثبات السلاح هي طبعا نقطة الجريب. واحنا هناخد للسلاح رقم 1 هناخد له اللايت جريب او القبضة الخفيفة، وهنقارنه بقى مع السلاح رقم 2. السلاح رقم 2 هناخد له الهاف جريب او النص قبضة. كده احنا مخليين السلاح رقم 1 الاحسن من ناحية الثبات ومن ناحية الارتداد، لان احنا حاطين فيه اللايت جريب وحاطين فيه كمان المعادل. خلي بالكم السلاحين كده يعتبروا الاتنين كويسين، بس في واحد ليه افضلية. يعني خلي بالك لو انت مش مركب القطع السلاح بيبقى ارتداده اعلى من كده، انما انت مركب القطع دي اللي احنا شفناها في السلاح رقم 1 والسلاح رقم 2 يبقى عندك افضلية والارتداد اقل والثبات بتاع السلاح اعلى طبعا، بس احنا مدين افضلية شوية للسلاح رقم 1. وهناخد طبعا طلق كتير جدا، وهناخد كمان كل السكوبات المتاحة بحيث ان احنا نجرب ونشوف التجربة ديت باستخدام كل الاختيارات الممكنة. بس لازم في البداية لازم اوريكم السلاحين رقم 1 ورقم 2 وانا بضرب بيهم بدون اي تحكم في السلاح، يعني بس ضاغط بصباعي على زرار الاطلاق وسايبه يضرب براحته من غير اي مقاومة مني. وزي ما انتم شايفين صيد عصافير سواء بالسلاح رقم 1 او بالسلاح رقم 2، وكل القطع اللي ركبناها ما خلتش السلاح ثابت ولا حاجة. وده بقى يخلينا ننتقل للجزئية المهمة جدا واللي هو فعلا سر ومش كتير بيقولوا ان الموضوع ملوش دعوة باعدادات السلاح زي ما احنا عملنا، وملوش دعوة كمان بالقطع اللي ركبت على السلاح، وانما في معلومة بسيطة جدا بس مش كتير من المبتدئين يعرفوها. الفكرة في تثبيت السلاح هي مقاومتك لرد فعل السلاح نفسه. كل سلاح هيكون ليه رد فعل، وكل سلاح مختلف رد فعله طبعا عن السلاح التاني. انت بقى لازم طول ما انت بتضرب بالسلاح تبقى عارف السلاح بتاعك او متوقع بحسب بقى خبرتك في السلاح دوت ان السلاح هيرتفع بمقدار قد ايه، وبصبعك تقدر تنزله المسافة اللي طلعها بحيث انه يبقى على طول في المنطقة اللي انت بتحاول تصيبها مباشرة. بصوا بقى دلوقتي لما بقاوم رد فعل السلاح رقم 1 مع القطع اللي راكبه فيه اعتقد ثبات ممتاز جدا. وبصوا كمان لما بقاوم برضو رد فعل السلاح رقم 2 اعتقد ثبات كويس قوي، بس برضو السلاح رقم 1 اثبت بشوية. ولو عايزين نشوف الفرق اكبر هنجرب على مسافة ابعد شوية وهي مسافة ال100 متر،
بالنسبة برضو للسلاح رقم 1 والسلاح رقم 2. اعتقد كده واضح تماما ان القطع اللي راكبة في السلاح رقم 1 مخلياه اثبت بشوية من السلاح رقم 2. طيب لو حابين بقى ان احنا نلخص حلقة النهاردة هنقول ان في 3 نقط هم دولت اللي بيتحكموا في ثبات السلاح بتاعك. النقطة الأولى هي من الحساسية، وبالتحديد حساسية الكاميرا وحساسية ADS، ودولت بتخلي بيهم السرعة اللي بتتحكم فيها بصوابعك على حسب طبعا الإعدادات أو على حسب التجربة بتاعتك. حاول لو انت حابب في البداية حاول انك تاخد اعدادات اي حد وتحاول تنفذها عندك لو الاعدادات اللي عندك ما هياش مناسبة ليك، بس الافضل طبعا انك تعملها اعدادات مخصصة ومناسبة عن طريق التجربة، وعدل في الاعدادات ديت كل ما تلاقي حاجة ما هيش ماشية معاك صح. والنقطة التانية هي القطع اللي بتركب على كل سلاح، وممكن تدخل على قائمة الأسلحة اللي موجودة في اللعبة وتشوف ايه هي القطع اللي بتركب على كل سلاح، وتشوف كمان ايه الأسلحة او ايه القطع اللي بتبقى كويسة في الريكويل او في رد الفعل عن غيرها. والنقطة الثالثة هي مقاومة الارتداد، ودي طبعا ما بتجيش غير بالخبرة وغير بالتدريب. ادخل على المكان بتاع التدريب دوت وحاول انك تاخد السلاح المفضل بالنسبة لك وتركب له القطعة المناسبة، وحاول انك تبدأ تشتغل على موضوع انك تتدرب على انك خلاص تحفظ رد الفعل وصوابعك تبقى ماشية معاه بطريقة تلقائية بحيث انك تقدر تثبته في المكان المناسب. ودول الثلاث حاجات اللي هيخلوا تثبيتك للسلاح سهل جدا، بس طبعا عايزين ممارسة وعايزين تدريب. ولعبة بابجي موبايل من الالعاب الواقعية اللي عايزة عشان خاطر تحترفها وتتقنها انك لازم يكون عندك معلومات كتيرة، وكمان لازم يكون عندك ساعات تدريب كويسة قوي. على العموم انا حاسس ان مش دي الحلقة الوحيدة اللي هنعملها لموضوع تثبيت السلاح، وحاسس ان احنا هنحتاج لحلقة تانية قريب قوي. فلو حابين انتوا تشوفوا ده اكتبولي برضو في التعليقات، واكتبولي اي اسئلة تحبوا ان انتوا تعرفوها بالنسبة لحلقة النهاردة. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش طبعا تعمل لنا لايك للحلقة، واكيد ما تنساش تشارك الحلقة دي مع كل اصحابك اللي بيسألوا دايما على موضوع تثبيت السلاح. اشوفكم على خير في الحلقة الجاية، وفي امان الله.